الوطنية جميع الوعود اللي وعدتيها الموظف الجماعات توفيق ياسين. نقول له أنه مطالب فقط بتطبيق الدستور، مطالب فقط بتطبيق. نحن كحامل الشهادات والتالي في تطبيق ما يمكن الحرية 63. ولكن الوزير اللي طلبناه ما بغاش يفعل طه 1963 كأنه فوق القانون. واليوم التضامن اللي بغينا يكون في البرنامج كنوصلوا لكل المؤسسات اللي حاضره هنايا اننا موظف الجماعي هو الموظف اكثر ظلم والمحقور ومهمش من طرف مال، من طرف وزير الداخليه. وتشكينا بوزير الداخليه، تشكينا به الملك البلاد، وقلنا ان وزير الداخليه وزير ظالم وخصو يتبدل وخصو يتحيد، لان هذا كي قلنا ما كاينش السلم الاجتماعي. اللي بغا تسوى الوضعيه الشارع، اللي بغا تسوى الوضعيه الاضراب. هذا وزير ما باغيش السلم الاجتماعي، ولكن خصو تشعل النار في الجماعات المحليه. ما دار والو الموظفين في كل المؤسسات في المغرب هما المطالب ديالنا. شنو كنطلبوا؟ كنطلبوا التفعيل ضد القوانين وضد الضرائب. شنو كنطلبوا كذلك؟ كنطلبوا كل المساواة ديالنا مع كل القطاعات. اليوم يسمعوا الوقفة اليوم باش تعرف الوزارة غير مسؤولة والمديرية غير مسؤولة والحكومة غير مسؤولة. إذا ما عملتيش الغوات ما تسواشي، وإذا ما عملتيش الغوات ما تديش الحقوق ديالك، وإذا ما جيتيش تحتاج ما يسمعك حتى واحد. اليوم كنقولوا لوزير الداخلية ديك الكلام اللي قلتيه في البرلمان في الغرفة ديالو النواب ولا في مجلس المستشارين، انك اللي غتعمل الوظيفة العمومية غتعملوا مع الجماعات المحلية. ما عملتوا والو، فقط خصكم تعملوا واحد القانون اساسي فاشل. القانون الاساسي الاحياء احسن من القانون الاساسي المتخلف الرشعي اللي عملاه وزارة الداخلية. اللهم هذا منكر، لأن القوانين اللي عندنا دابا مزيانة ما كتطبقش، باغيين يرجعونا القوانين سنوات الرصاص. يا وزير يا مسؤول هادشي ماشي معقول. يا وزير يا مسؤول هادشي ماشي معقول. يا وزير يا مسؤول الملف عنده 15 سنة، وكل الإطارات وكل المؤسسات وكل الوزارات سوت لها الوضعية إلا الجماعات المحلية. وهاد الجماعة المحلية راه كتكون مع المواطن النهار اللي كيتخلق وملي كيكون عايش في الحياة وملي كيموت. ولكن مع الأسف عندنا وزير قوي يحس بالجبروت علينا وكيتعدى على الحقوق ديالنا. نقول واش هاد الوزير فوق الطاهر؟ واش هاد الوزير فوق الدستور؟ لأن أصغر مطالب المؤسسات هما ديالنا، هما تثبيت الطاهر وتسوية الأخوات والإخوان بحال باقي القطاعات. وعندنا قوانين اللي هي كيقوسوا هاد الإخوان كاملين وكتسوى الوضعية ديالهم في إطار القانون وبحال جميع القطاعات. وتحية